السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب جميعًا تكونوا بخير، النهارده يوم جديد، يا رب يكون يوم كُلّه رزق وصحة وسعادة على الجميع إن شاء الله. بُصّوا بقى تنظيفات رمضان، يعني شوية فيديوهات كده كلّها تنظيفات وروتينات وحماس وتشجيع من الآخر. كل فيديو هتشوفيه الأيام دي إن شاء الله هتقومي بعدها وتنجزي حاجات في الشقة كتير وتتشجعي. يالّا ابدئي معايا بقى كده لو أنتِ لسه ما بدأتيش، والنهارده إن شاء الله يوم كُلّه أتربة. يعني البسوا كمامة وأنتم بتتفرّجوا على الفيديو. بجد مسكت الشقة كلّها تنفيض، 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 خلّصت كل التراب اللي فيها. أنا كنت فاكرة إن شقتي نضيفة، طلعت يعني بُصّوا، طلع كل حاجة مش نضيفة، تحت السراير، فوق الدواليب، كل حاجة مليانة تراب بكمية فظيعة، بالذات الشبابيك. نمسك أول حاجة بقى، بُصّوا، لو أنتم لسه ما بدأتوش أو مثلًا عايزة تبدئي فعلًا تنظيفات تكون فعلًا من الآخر، ابدئي معايا إزاي. أول حاجة هتمسكي الأوضة اللي من برّه، اللي على الشارع، إذا كانت بقى أوضة الreception، أوضة الأنتريه، أوضة النوم، المهم إن الأوضة دي بتبقى أكتر مكان فيه تراب، لإن هو ده أكتر مكان على الشارع، وفي نفس الوقت إحنا عايزين نتخلّص من التراب الكتير ده. أول حاجة بقى تمسكيها في الأوضة اللي على الشارع دي، هي البلكونة أو الشباك على حسب هي اللي موجود فيها إيه. تمسكي بقى الشباك ده تنفّضيه كويس جدًا، من جوّه ومن برّه، وطبعًا حاسبي لو أنتِ الشباك ده على الشارع أو على البلكونة حاسبي بالراحة كده، وخلّي بالِك وأنتِ بتنفّضي علشان بعد الشر ما فيش حاجة تحصل. بتنفّضي طبعًا الشباك كويس وتزعّفيه كويس، وخلّي بالِك الزعافة مهمة جدًا، جدًا، علشان تجيب لِك كل مكان طويل أو كل مكان بعيد عن إيدِك. مسكتِ أول حاجة بالزعافة كده، طبعًا بتشيلي بقى أي هلوس، أي أتربة متراكمة على الشباك أو على السلك، وبعد كده بفوطة أو بحتّة تكون عندِك مش بتستخدميها يعني، تكون حاجة بتنفّضي بيها، وتبدئي بقى تنفّضي الترابة الناعمة. بانفّض، خلّصت الشباك، بادخل بقى على حتّة، حتّة بعد الشباك، أول حاجة اللي هي السراير. سرير، سرير بنشيل المرتبة ونشيل بقى كل حاجة من عنده، وتبدئي تحت الشباك تحت السرير قصدي، تكنسي كويس وتلمّعي، ترتّبي الحاجة لو في حاجات عندِك تحت السرير. كل فترة لو عملتِ كده، يعني هتخلّي الحاجة عندِك تبقى نضيفة أكتر، وفي نفس الوقت ما يتراكمش أتربة أكتر تحت السرير. أنا بقى كان عندي شنطة السفر دي حاطة فيها الحاجة الصغيرة بتاعة جانا، أي حاجة لبس صغير أو أي حاجة بتاعتها تكون صغيرة عليها، باحطها تحت الشنط هنا في الشنطة الكبيرة دي. فطبعًا شِلت كل حاجة وبدأت إن أنا أكنس الأول، وبعد كده هنمسك الخشب من تحت بقى السرير، لإني هارجّع المرتبة ومش هاعرف ألمّعه بعد كده. باجيب بقى فوطة كده نضيفة وأبدأ بمَيّة وديتول، يعني أنا حاطة الإزازة الحمرا اللي هاعملها معاكم دي، حاطة فيها مَيّة وديتول، وأبدأ ألمّع بيها. بس قبل ما أبدأ ألمّع بقى مسكت طبعًا السعافة الأول، شِلت أي أتربة بقى في جناب الحوائط، في السقف عندِك، تمام. مسكت بقى الفوط دي اللي أنا جايباها معاكم، حلوة جدًا ما شاء الله، يعني أول مرّة أجرّب الخامة دي، حلوة جدًا في التلميع. مسكت بقى السرير خشب كده من جوّه الأركان بتاعته والسرير من تحت، طبعًا مش من فوق، إحنا كده ما بنلمّعش الحاجات الظاهرية، مش دلوقتي، ده بعد ما نغسل الحيطان ونغسل المرتبة وبُصّوا ليلة كبيرة سعادتك. فلسه يعني المهم إيه، إحنا بس بنعمل تحت السراير، فوق الدواليب، الشبابيك، الأتربة الكتيرة دي بننضّفها. خلاص مسكت بقى هنا الشنطة دي، كنت عايزة إن أنا أحميها شوية علشان ما يجيش عليها أي تراب. كان عندي المشمع ده كان أحمد جايبه أيام ما كنا بنوضّب الشقة في خطوبتنا، علشان كان فرشه على يعني كان عايز يفرشه على الأرض على السيراميك عشان النقاش ما يبهدلش السيراميك، ولكن كان فاضل الكمية دي، طبعًا قصّيتها وخلّيتها ما رميتهاش. أي كراتين عندِك لأجهزة كهربائية، شاشة، طقم صيني، أي الحاجات دي بتحتاجيها والله. وفي نفس الوقت كان أنا اللي قال لي كده الراجل اللي عمل لنا العفش، الموبيليا يعني، قال لي: الكراتين بتاعة الجهاز عندِك لمّا تجيبي الجهاز وتبدئي تفرشي ما ترميهاش، خلّي الكراتين الكبيرة حطيها تحت المرتبة بتحمي المرتبة والمُلَل. ففعلًا عملت كده، خلّيت كل كراتين التلاجة والغسالة والبوتاجاز وزّعتهم بقى تحت كل سرير. وطبعًا أكياس اللحافة والبطاطين عندِك طبعًا ما بتترميش، أي حاجة مثلًا لو أنتِ مش فرشاها بتخلّيها في الكيس بتاعها فوق الدولاب أو تحت السرير، لكن طبعًا كل المفروش في الدولاب بنشيل منه الأكياس بتاعتها، فبتخلّيها عندِك تحت المرتبة. بُصّوا هنا بقى بانفّض كل حاجة موجودة في الأوضة، نفّضت تحت السريرين خلاص ورجّعت المراتب، مش باشيل الملايات دلوقتي علشان الأوضة دي على الشارع، فطبعًا المراتب هتتملي تراب لو أنا شِلت الملايات دلوقتي. خلّيتها كده
اللي هي تحمي المرتبة من التراب، وجيت بقى ورا الدولاب. الدولاب هنا عندي على فكرة هو صغير، فعلشان كده عرفت إن أنا يعني أسحبه لقدّام. زعفت من وراه وزعفت برضه من فوق الدولاب. بيبقى على فكرة الأماكن دي بتبقى مليانة تراب، والله إحنا عينينا ما بتجيبهاش علشان ما بنشوفهاش دايمًا، لكن هي بتبقى مليانة تراب. فحاولي إنِّك تعمليها كل فترة كده، كل كام شهر اعمليها. أنا الحاجات دي ممكن أعملها مثلًا مرتين في السنة بس، اللي هو مثلًا فوق الدولاب، أزُق دولاب كده. لكن طبعًا مش كل شهر إن أنا أعمل الحاجات دي، لإن الحاجات دي بتبقى مُتعبة جدًا. بُصّوا الفوطة عاملة إزاي، الفوطة دي من السراير من تحت بس، فبجد الحاجات دي بتبقى مليانة تراب. هنا بقى باوريكم إن أنا خلّصت الأوضة. يعني أنا زقّيت المكتب عملت تحت السراير، عملت برضه تحت الدولاب وورا الدولاب. وهنا كنت مشغّلة الغسالة على المفارش كلّها البيضا، كنت ملمّاها. وبرضه دي مفارش الدولاب من جوّه، وإن شاء الله بُكرة هينزل لكم فيديو للدواليب بقى من جوّه وإحنا بنطبّقها ونرصّها وكده. وبرضه الدباديب دي والعروسة بتاعة جانا كنت حاطاها في الغسالة. بُصّوا إحنا بننضّف كُلّه وبنغسل كُلّه. والمفارش دي كنت بتاعة الدولاب أوضة النوم، لسه هتتنشر. وكنت فرحانة أوي إن أنا غسلتهم. يعني عايزة أقول لكم من أول جوازي، يعني أنا أهو بُصّوا الحبل ما كانش بيفضى أصلًا من الغسيل. فالمهم إن أنا عايزة أقول لكم من أول الجواز وأنا ما باغسلش مفارش الدواليب، دايمًا شايفة إن هي نضيفة. فقُلت لأ، أنا باعمل تنضيفة عميقة يا دينا. فشِلت كل مفارش الدواليب والإدراج والتسريحة، غسلتهم كلّهم والحمد لله نشفوا خلاص. بُصّوا بقى هنا دخلت على الصالة. أول حاجة زي ما باقول لكم، أي شباك في المكان اللي هتنفّضيه هو ده أول حاجة تعمليها، علشان ده أكتر مكان بيخرّج تراب. خلّصت بقى شباك المنور. بُصّوا صغيّر إزاي، أصغر شباك في الكون. نفّضت شباك المنور كويس وشِلت الأول الستارة. أنا شِلت ستاير الشقة كلّها اتغسلت الحمد لله ما عدا ستارة أوضة النوم، علشان ده يعني الأوضة اللي إحنا بننام فيها والصبح بتبقى بتدخّل نور كتير في الأوضة. فدي هاشيلها يوم ما بافرش إن شاء الله هتتغسل وتتحط على طول. بُصّوا فوق النيش، بُصّوا التراب قد إيه، تحسّوا إن أنا بانفّض شارع والّا بانفّض في إيه، إيه التراب ده كلّه. برضه فوق النيش ما كنتش باعمله دايمًا، يعني كنت ممكن مثلًا جناب النيش أنفّضها مش عارف إيه. وورا النيش على فكرة هاعمله، بس إن شاء الله لمّا أعمل معاكم فيديو النيش ونغسله ونرص الحاجة فيه نضيفة، أبقى ساعتها وهو فاضي أبقى أجُر وأبقى أنفّض وراه. برضه هنا خلّصت بقى خلاص فوق النيش وخلّصت باب الشقة وخلّصت شباك الصالة. الأماكن دي أكتر أماكن فيها تراب. بدأت بقى إن أنا أجيب السُفرة. أول حاجة عند السُفرة الكراسي، مسكت كرسي نفّضته. وبرضه البانكيت اللي هو الصغير ده أو البوف، ده اسمه البوف، برضه نفّضته. كل حاجة بانفّضها واخلّيها على جنب علشان أبقى أنا شايفة الحاجة قدّامي متروّقة، ما فيش كركبة، الحاجة نفّضتها. ده بيسهّل لِك كتير في التنضيف العميق، أو لو أنتِ عايزة تمسكي الشقة بُصّي ما تخلّيش فيها مكان ما يتنضّفش. خلّصت خلاص الكراسي بقى، مسكت البانكيت برضه نفّضته كويس. على فكرة لسه كراسي السُفرة والرُكنة هتتغسل، بس مش دلوقتي. ده فيديو عبارة عن إن إحنا هننفّض كل الأتربة ونعمل تحت الدواليب، ورا الدواليب، تحت السراير، نفُك المفارش أو الستاير تتغسل. فده الفيديو ده النهارده عن كده. مسكت برضه الترابيزة دي نفّضتها كويس وشِلت كل الحاجات اللي عليها وحطيتها فوق السُفرة. وطبعًا بقى نفضّي مكان للرُكنة. الرُكنة مسكت كل حاجة فيها برضه نفّضتها وشِلت الأكياس بتاعة المخدات والمساند. طبعًا كل ده هيتغسل، والرُكنة نفسها هابقى أغسلها معاكم. لكن اللي هو أكياس المخدات والشِلَت دي طبعًا شِلتها وحطيتها في الغسالة. هتشوفوا دلوقتي وأنا بافُك وباحُط معاكم. أنتم قولوا لي عاملين إيه في التنضيف، بدأتوا تنضيفات والّا لسه؟ وهتعملوا تنضيفات عميقة على رمضان والّا بتحبوا تأجّلوها على العيد؟ يعني مثلًا إحنا بيبقى مقسومين، في ناس تحب تقول لِك لأ أنا هاعمل التنضيفة العميقة قبل العيد، وبيبقى عندها وقت مثلًا في رمضان فبتقدر تعمل كده. في ناس تقول لِك لأ ما بقاش عندي وقت كبير في رمضان، فبتنجز حاجات كتير قبل رمضان يعني. ودي من ضمنها أنا، وكنتش كده على فكرة. يعني أنا كنت عند ماما كنا بنيجي قبل العيد وبنعمل التنضيفة العميقة دي. ولكن علشان أنا جَنَى معايا صغيّرة، فبالتالي وبيبقى رمضان الوقت قصيّر، فما بيبقاش عندي وقت في رمضان إن أنا أعمل التنضيفات العميقة دي. كل اللعب بقى بتاعة جانا هنا كانت على الرُكنة، لميتها بقى في البوكس الأحمر ده. وبدأت إن أنا أنفّض هنا الرُكنة دي الأول أزعّف كده فوق الرُكنة الناحية دي. وطبعًا الساعة
نفضتها وشِلت مكانها، وهاعمل الرُكنة واشيل معاكم كيس الشَلْتة هنا. عايزاكم تقولوا لي على خلطة بتعملوها للغسيل بتاع الحيطة وبتنضفها معاكم. أنا عندي هنا وعيب لو أنتِ هتعملي دهانات أو لو أنتِ عروسة ولسه هتوضّبوا شقتكم، ما تعمليش دهان المَطْ، أو يعني خلّيها ربع لمعة أو نُص لمعة. المهم إنِّك تتفقي مع النقّاش إن الدهان يتغسل كويس، يعني يتغسل معاكِ وينضف. أنا عاملاه مَطْ وفي نفس الوقت أنا كنت متّفقة مع النقّاش، قُلت له إن أنا عايزاه مَطْ، بس في نفس الوقت أعرف إن أنا أغسله كويس من غير ما مثلًا يكون الحاجة بتبقّع عليه أو تكون الدهان مش كويس. متّفقة معاه على كده، ولكن يعني اكتشفت بعدين إن أنا لمّا باجي أغسل الحيطة ما بتنضفش كويس وبتبقّع والحاجة بتمسك فيها لإن هي مَطْ، فده كان عيب قاتل. فبس هاحاول إن شاء الله، أنا هاعمل خلطة حلوة لغسيل الحوائط علشان تنضف معايا كويس، وأنتم لو بتعملوا خلطة حلوة لغسيل الحوايط يا ريت تكتبوا لي. بُصّوا هنا بقى مسكت برضه الجزامة، هاجرها وأعمل وراها ولكن مش هاعملها من جوّه، لإن هي كلّها فيها كاوتشات وجزم والحاجات دي وبننزل بيها، فمن هنا لغاية لمّا أفرش الشقة طبعًا هتبقى يعني هتتبهدل تاني. فدي إن شاء الله قبل الفرش كده بيوم أو يومين هاعملها، يعني علشان تفضل نضيفة كده وأنا بافرش وما تكونش اتبهدلت تراب أو حاجة. خلّصت بقى الجزامة معاكم وعملت على فكرة ورا الشاشة بس ما جاتش معاكم. المهم إن أنتِ أي مكان مستخبي جرّيه، نفّضي وراه، زعّفيه، اكنسي تحته ولمّعي كده. يعني أنا مسحت تحت سراير الأطفال والسرير أوضة النوم، لكن ما مسحتش تحت أي مكان تاني، لإن طبعًا ده هيتجر ويتعمل، بالذات الرُكنة وأنا باغسل السجادة هييجي تحتها مَيّة، الجزامة، النيش، ال آمم، فكل مكان أنا مش هينفع إن أنا مثلًا أشيل المرتبة فيه أو إن أنا أجُرّه تاني، بامسح تحتيه، زي السراير. لكن غير كده باكنس بس، وفي الفرش إن شاء الله هيبقى يتمسح. هنا بقى كنت خلاص خلّصت الصالة، نفّضت كل حاجة فيها ونفّضت ورا الرُكن و والشبابيك، وفي نفس الوقت باب الشقة برضه، باب الشقة ما تنسوهوش لإن ده بيبقى مكان برضه مليان تراب. وكنست كده بالمكنسة السجادة كويس، والسجادة برضه هاخلّيها، مش هاغسل السجادة اليومين دول لسه، علشان الجو برد وجَنَا وكده وبتلعب، فما يبقاش الجو ساقعة في الشقة. دخلت بقى على أوضة النوم، بُصّوا برضه تراب كتير. عايزة أقول لكم إن أنا ندهت أحمد ياخد جَنَا من كتر ما الأوضة كلّها كانت عبارة عن تراب، تراب بجد. فعارفين أنتم لمّا حد يشتغل في التراب وتبقوا أنتم مش عارفين تتنفّسوا من كتر التراب، هو كان كده. فهنا بقى خلّصت شباك الأوضة وبدأت إن أنا ما شِلتش الستارة زي ما قُلت لكم علشان النور الصبح. بدأت بقى هنا فوق الدولاب، برضه كان مليان تراب كتير. نفضته الأول بالزعافة كده وبعد كده بالفوطة. وعايزة أقول لكم إن قبل الفرش برضه هابقى أعمله بالفوطة والجلانس بتاع الملمّع الخشب، علشان محتاج التلميعة دي. فالخشب كلّه إن شاء الله هيتلمّع بالجلانس والفوطة النضيفة، ده في يوم الفرش مش دلوقتي. إحنا دلوقتي بننفّض أتربة بس. برضه زعفت كل الحوائط والسقف، وبدأت هنا مكان الشماعة شِلتها وشِلت ال2 كومود علشان أقدر بقى أنفّض الأركان كويس وأنزّل مرتبة السرير. حتى ترابيزة المكوى كان عليها تراب، يعني مش عارفة هو أنا ما كنتش باروّق يا جماعة والّا إيه؟ بس عشان التراب بقى كان مالي الأوضة، فهو مالي برضه جِه على ترابيزة المكوى. بُصّوا هنا بقى خلاص شِلت المرتبة، ما شِلتش اللي هو cover المرتبة دلوقتي علشان من هنا ليوم الفرش إن شاء الله برضه ممكن أي حاجة تيجي على المرتبة تبقّع لا قدّر الله. فلأ، بتخلّيه لو أنتِ عندِك غيار تاني شيليه، اغسليه وابقي حطّي الغيار التاني بعديها على طول. لكن لو ما عندكيش يبقى يوم الفرش الصبح تشيليه يتغسل، وبعد ما تخلّصي وتفرشي بالليل لمّا ينشف تحطّيه. هنا بقى تحت السرير شِلت كل حاجة وطبعًا كنست تحت السرير. بُصّوا قد إيه التراب ناعم ووبر. بتبقى الحاجات دي كتير، بالذات إن أنا عندي بُصّوا السرير يعني بيبقى ليه فتحة بسيطة كده في الأركان في الجناب، فبيدخل بقى أي تراب، التراب الوبري ده فبيتراكم تحت السرير. سحبت السرير اللي قدّام وعملت وراه وكنست برضه مكانه، وكنت كنست هنا تحت السرير كويس، هامسح برضه مكانه علشان أعرف أرجّع الحاجة. ما تنسيش بقى التركاية دي، لمّا تشيلي مرتبة السرير هاتي كده فوطة نضيفة والملمّع بتاعِك أو مَيّة بديتول، وابدئي إن أنتِ امسحي الخشب من جوّه، علشان ده برضه بيبقى عليه زي تراب ناعم كده، فحتى الفوطة اللي أنتِ بتمسحي بيها هتلاقيها إن هي اتطرّبت وما بقتش نضيفة.
خلّصت خلاص، مسكت بقى هنا الشرشوبة وبدأت إن أنا أمسح مكانه علشان أقدر أرجّع الحاجة. وهنا بقى أنتم هتلاقوا إن أنا حطيت السلِّم الخشب، ده مش سلِّم الشقة عندي، لأ ده سلِّم النقاش. يعني إحنا لمّا كان أحمد بيوضّب الشقة، لإن هو لمّا اشترى شقة ما كانتش متوضّبة ولا محارة ولا نجارة ولا أي حاجة، فاشترى السلِّم ده علشان يعني إيه، أي حد صنايعي هييجي يشتغل في الشقة يبقى موجود السلِّم. لإن تأجيره كان في اليوم بمبلغ برضه، فهو لأ قال بدل ما أنا أأجره أيام كتير، أنا هاشتريه أحسن ويفضل عندنا، عشان في أي وقت احتاجنا مثلًا سلِّم لصنايعي، لحاجة بنعملها نوضّبها في الشقة، يبقى موجود السلِّم. خلّصت برضه دي كانت كرتونة التلاجة، زي ما قُلت لكم كده كراتين الأدوات الكهربائية ما ترموهاش، بتحمي لكم جدًا المرتبة، وفعلًا عن تجربة بتحافظ على المرتبة والمَيَّة اللي عندِك، ما تخلّيهاش إن هي تبوظ. خلاص فرشت هنا ملاية نضيفة، برضه علشان الملاية اللي كانت عندي متوسخة جدًا، فشِلتها وحطيت ملاية نضيفة، وفي نفس الوقت إيه، عايزة أسيب الأوضة متروّقة ومتنضفة، علشان ده هيساعدِك في التنضيفات. خلّي بالِك الكركبة بتصعّب عليكِ التنضيفات، فحاولي وأنتِ بتنفّضي الشقة لمّي كركبة، أي حاجة مش في مكانها رجّعيها مكانها، ده بيسهّل عليكِ جدًا وبيخلّي عينيكِ شايفة بسرعة إيه اللي أنتِ عايزة توضّبيه وتنضّفيه. برضه مسكت هنا البوف ده بتاع التسريحة، نفّضته. كل الحاجات دي هتتغسل، يعني بوف التسريحة أو البانكيت بتاع السرير، الرُكنة، السفرة، الحاجات دي كلّها هتتغسل بس في فيديوهات تانية، علشان هنا إحنا بس بننفّض الشقة. بعد ما خلصت ورا التسريحة، برضه عملت الأرض كده كنستها، يعني عايزة أقول لكم كانت كمية تراب، يالّا مش مشكلة. بدأت بقى هنا خلاص رجّعت الكومود مكانه وفرشت البطانية بتاعتي علشان إيه، أنجز بقى. هنا باوريكم شكل الأوضة بعد ما خلاص اتنفضت كويس، وعملت فوق الدولاب وعملت تحت السرير، والحمد لله كل حاجة فيها كويسة. وشِلت برضه مفارش الدولاب كنت وريتها لكم، ومفارش الكومود والتسريحة واتغسلت، وبرضه كنت نشرتها لإن ده كان تاني يوم. وبعد كده هنعمل بقى الطرقة. الطرقة بقى ما شاء الله يعني علشان هي مكان صغير فما بتاخدش وقت خالص في التنضيف، يا دوبك كده بازعّفها معاكم، وبعد كده هاشيل الستارة وخلاص كده. وأي ستاير كنت باشيلها أو مفارش كنت باغسلها على طول في الغسالة علشان ما ياخدش معايا الغسيل وقت بعد كده أو ما يتراكمش عندِك. يا رب يكون التنضيف ده شجّعكم إن أنتم تبدأوا معايا تنضيفات رمضان، وإن شاء الله الفيديوهات الجاية هتعجبكم وتشجّعكم كتير. لو لسه ما اشتركتوش في القناة فيا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وتسيبوا لي لايك منكم. أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.